مساء الفل عليكم. اخباركم ايه؟ ناس كتير بتسأل املى نيتروجين ولا هواء. النيتروجين معروف عنه ان هو ما بيتأثرش بالحرارة وما بيتأثرش بالانكماش والسقعة والحاجات دي كلها، وبالتالي كل الناس بتحاول انها تحط نيتروجين. طبعا ده بيرجع للمكان اللي انت بتحط منه. يعني انت ممكن تحط نيتروجين من مكان بيغير الفلاتر بتاعة الجهاز، وبالتالي النيتروجين بيكون نوعا ما كويس. فده ممكن ان احنا نعمل بيه. وبرضه لما بتيجي تظبط بتظبط نيتروجين، لو انت في مكان ما فيهوش غير هواء وحبيت تظبط عادي، لان هو كده كده انت لما بتفضي الكاوتش من الهواء هو بيفضل فيه شويه هواء موجودين جوه، وبالتالي لازم تملى عليه نيتروجين عادي جدا. فالاهم من موضوع النيتروجين والهواء هو انك لازم تكون واخد بالك كويس قوي من البادج اللي بينزل في اي عربيه زيرو او في اي عربيه انت بتتملكها، في ضغط الكاوتش اللي بيتكتب. ضغط الكاوتش ده مهم، المصنع كاتبه بتفاصيل ومقياس معين، وعارف ان العجله لما هتتملي الهواء الفلاني او البار الفلاني ده اللي هيبقى كويس للكاوتش بتاعك عشان يعيش. في ناس كتير واقاويل كتير تقول لك زود لما تكون محمل. هي برضو العربيه البادج بيقول لك لما تكون الحموله زياده تملاها على كام. امشي باللي مكتوب، افضل كتير للكاوتش بتاعك لزياده عمره. لان زياده عن المقاس ده انت هتلاقي المداس اللي على الارض بيبقى الكاوتش مرفوع زياده، وبالتالي بيتنحن من النص. او لو الضغط اقل بيبقى الحروف بتاعه الكاوتش هي اللي بتتاكل اكتر. فلازم تكون واخد بالك من النقطتين دول. البادج ده هتلاقيه دايما موجود في الباب في اي قايم بقى في العربيه، سواء هنا او في الباب اللي ورا او ايا كان. معلش هي الاضاءه عندي مش احسن حاجه. اهو هنا بيقول لك 32، ده في الاحوال العاديه، و32 برضه بينصح بيه في زياده الوزن والحاجات دي كلها. وبالتالي انت هنا في الكاوتش ما ينفعش تغير حاجه غير ال 32 او تحط اي مقاس تاني غير ال 32. ودي نصيحه المصنع، هو مش عامل الورقه دي عشان نتفرج عليها. ده الصح. الحاجة الأهم إنك دلوقتي قررت بعد الفيديو إن أنت هتروح تحط النيتروجين، علشان النيتروجين مثلا أنا واحد من الناس بظبطه أو براجع عليه كل 6 7 شهور مرة. ما بحتاجش إن أعمل أي حاجة خالص في العربية طول ما أنا ماشي في مكان نظيف ما فيهوش مسامير، يعني الحمد لله. فبالتالي الدنيا بتبقى ماشية كويس. طب أنت هتخش تعمل إيه عند بتاع الكاوتش لو أنت عارفه؟ طبعا لو في أماكن مشهورة بيرفع لك العربية على كوريك كده، يحملها شوية وبعد كده يفضي العجل ويملاها نيتروجين وينزلها لك تاني. لكن لو انت في مكان وهو محطوط على الارض وانت واثق في الراجل اللي بتتعامل معاه بقالك عمر، فلازم تاخد بالك من حاجه مهمه جدا. ان العربيه الحديثه كلها بيكون فيها البلف تحتيه سنسور، وانت اكيد عارف العربيه فيها سنسور بتقرا الضغط. فما ينفعش ان البلف ده يكون في المداس تحت ويروح مفضي الهواء بتاع العجل، لان لو فضى في احتمال ان السنسور يلمس الارض او الكاوتش يضغط عليه. فملهاش لازمه عشان ما يتكسرش. انت تحاول انك تخلي البلف متعلق في اي مكان في العجله، بس المهم ما يكونش تحت. فانت اول ما تنزل من العربيه وهو يبتدي بص على العجل بتاعك، لو لقيت عجله البلف بتاعها تحت استنى لغايه ما يخلص ال3 عجلات وحرك العربيه شويه بحيث البلف يبقى بعيد واملاه. ودي كانت نقطه مهمه واللي قالها لي حد حبيبي جدا اللي انا بتعامل معاه على طول. انا ما كنتش اعرفها، بس انا عشان اول مره اركب عربيه فيها سنسور، فدي مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. الموضوع مش موضوع نيتروجين وهواء، الموضوع موضوع انك تملى الكاوتش مقاس مظبوط زي ما المصنع قال. تمام. شكرا لكم.